شكلك كده يعني كان عندك عقدة نفسية، مؤاخذة يعني حصلتك وانت صغير. طلع على خلق الله، صح؟ من هنا بتبدأ الحكاية. حلقة النهاردة هتكون فيها تفاصيل حساسة وجريئة وشائكة جدا جدا، فلو انت مش بتحب ده ما تتفرجش. النهاردة هكلمك عن مسلسل آدم، وبعدها هكلمك عن شخصية سيف الحديدي، بابا المسلسلات المصرية وتقريبا أقوى شرير اتعرض على الشاشة. هنعرف ماضيه وإيه اللي وصله للي هو فيه ده، وهنعرف إيه اللي حصل له بعد نهاية أحداث المسلسل وبعد قتله لآدم وترقيته. بس في البداية اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس علشان تشوف حلقات تانية في المستقبل إن شاء الله، ويلا بينا نبدأ. مسلسل آدم مسلسل رمضاني بامتياز. قصته بتتلخص في آدم اللي بيشتغل سواق دليفري غلبان وعلى قده، بيروح يوصل أوردر بيتزا فبيروح الشقة الغلط، وعلى حظه بيلاقي واحدة في البيت بتتعرض للاعتداء من شخص أمريكي مقيم في مصر، والشخص ده اسمه ريتشارد. وآدم طبعا بما إنه أبو الجدعنة بيحاول ينقذها، فريتشارد بيضرب عليهم نار، وأثناء الاشتباك آدم بيتصاب وبيدافع عن نفسه فبيموت ريتشارد، وبيهرب آدم من المكان مع نانسي ضحية الأمريكاني اللي هي مسيحية أصلا، وآدم مسلم طبعا. وبعد الحادثة على حظ آدم بيدخل اتنين يسرقوا بيت ريتشارد وبيسيبوه ميت، ومن بعدها آدم بيبقى مطارد من الشرطة في قضية كبيرة، وهي قتل مواطن أمريكي على أرض مصرية بغرض السرقة، لأن المواطن الأمريكي ده اتسرق بعدها من ناس تانية. وبعد ما نانسي بتحاول تتستر على آدم، القضية بتكبر أكتر، لأن في منظمة إرهابية بتعلن مسؤوليتها عن الحادثة وبتنسبها لنفسها من باب الفخر الكذاب، وبتلزق كمان اسم آدم ليهم، وبيعلنوا إن واحد منهم من باب اللي يجي في الريش بقشيش، وبيبقى آدم قدام الناس إرهابي رسمي. قبلها بفترة بيتاخد آدم على أمن الدولة لأنه كان بيوزع استبيان عن بحث تبع كليته عن أهم ما يؤرق المجتمع المصري، ولما اتمسك كان الموقف متزامن مع مظاهرة، ومن وقتها واستقصاده ضابط اسمه سيف الحديد، ضابط ظالم وبيعشق الظلم وعنده شك في كل اللي حواليه، وعنده نوبات غضب وسادي، وعنده جنون عظمة بيخليه يشوف إن كل اللي حواليه تحت رجليه وما ينفعش يخالفوه في شيء ولا يعترضوا على كلمة واحدة يقولها. يا راجل ده كان بيلوم مراته إن هي متضايقة إنه عقيم ومش بيخلف، فبيلومها إنها متضايقة إنها ما بتخلفش. سيف عنده استراتيجية قايمة على كسر عين اللي قدامه من أول لقاء، عن طريق إنه يسأله على حاجة حساسة زي اسم أمه، أو يعايره بحاجة، أو يجيب سيرة حد عزيز عليه بحيث إنه يبقى هانه من أول مرة. في تاني لقاء لآدم مع سيف واللي بيشعل العداوة أكتر هو تكرار آدم لجملة ربنا يخلي لك ابنك يا باشا، مش أنت عندك ابن برضه؟ وسيف طبعا عقيم، فالموضوع جاله على الجرح. سيف حساس جدا في إن حد يخالفه أو يدوس له على طرف، فرد فعله بيكون أعنف وأكبر من الناس الطبيعيين، بل وعنده إصرار إن محدش يخالفه ويتساب بدون عقاب، يعني إنه يعاقب الشخص دي رغبة قهرية عنده زي البصمة كده ما ينفعش يستغنى عنه. وده كان سر مطاردته لآدم علشان ما يبقاش آدم خالف السيناريو اللي سيف ممشي عليه اللي حواليه. آدم بعد الاتهام في قضية قتل الأمريكاني بيتقبض عليه وبيبدأ يستجوبه سيف ومعاه الضابط هشام، وآدم بيرد التجاوز على الضابط سيف، وبالتالي العقدة عند سيف بتكبر أكتر، فبيعذب سيف آدم أكتر، وبعدها هشام بيصعب عليه آدم فبيهربه من السجن. ولما آدم بيهرب بيروح لسيف ويرد له جزء من تعذيبه ليه كحاجة خفيفة كده، وهنا بنشوف تعابير وش سيف وردود أفعاله على التعذيب، وبقى فكرني أقول لك النظرية بتقول إيه عنها في الآخر. بعد الموقف ده سيف بيجيب أصحاب آدم اللي كانوا بيساعدوه على إثبات براءته، وهم عليا وكريم أبو زيد اللي هو أخو مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد علشان مش فاكر اسمه في المسلسل كان إيه، وطاهر صاحبهم الثالث، وبيعذبهم. وبالمناسبة النظرية بتقول إن عليا الوطنية اللي سلمت أبوها بفساده للجريدة اللي بتشتغل فيها عملت كده بسبب إن أبوها كان سايبهم ومطلق أمها زمان، مش من فرط القومية والثورية. وسيف كمان بيجيب مرات آدم وأمه وإخواته وبيعذبهم. بص سيف بيعذب الكرو كله، والمسلسل بيركز لك على مشاعر القهر والذل والمهانة، ويستثير عواطف وهمية عندك ويخليك فعلا تتوحد مع الأحداث كأنك أنت البطل، فتحزن للقهرة والذل وتفرح وتحس بالتشفي والانتقام لما يحاول آدم يرد جزء من حقه ويتنكد عليك في النهاية بانتصار الشر على الخير. المهم في الآخر آدم بيرجع مذلول ومتهان وبيسلم نفسه لسيف الحديدي علشان خاطر أهله، ولكن لما بيشوف أهله متخرشمين بيشتبك مع سيف وبيرفعه بالسلاح وبينوي يقتله، وبعدين بيرجع في كلامه، فسيف ما بيفوتش الفرصة وبيقتله هو، وبيموت آدم على إيد سيف، وبيترقى سيف وبتتسجن نانسي وعالية وطاهر وكريم أبو زيد عشان مش فاكر اسمه في المسلسل كان إيه. مسلسل آدم هو أول مسلسلات المخرج محمد سامي، وأفضل مسلسلاته وأقلهم في جرعة المبالغة، وأقلهم في الانحطاط الأخلاقي، وأقلهم حتى في جرعة الشر. أنت متخيل؟ مسلسل رمضاني بيعرض قضية اضطهاد وظلم النظام السابق بطريقة أكتر منطقية وأخلاقية وواقعية عن فيلم هي فوضى اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت مثلا، وتقدر تشوف الحلقة من الأي اللي فوق أو من الوصف. مسلسل بيناقش
كمان قضايا زي قضايا اخواتنا، وبيناقش علاقة امريكا بالدول الاخرى، وبيوازن شوية بين الفساد والحاجات الكويسة اللي بيشير ليها زي الناس الطيبين والجدعان والناس البسيطة والناس النظيفة حتى من الطبقات الاعلى، ومش بيشوه صورة المتدينين والملتزمين ولا يطلعهم ارهابيين. حتى لما طلع الاب اللي قام بشخصيته محمود الجندي متدين لكن رغم كده بيرتشي، ما طلعش تدينه مزيف، انما اظهره مرتشي بسبب الظروف رغم تدينه الحقيقي السليم. المسلسل كمان بيحاول في كل حلقة يركز على امر الوحدة الوطنية، وان الابطال بيستميتوا علشان بعض رغم ان كل حد فيهم من ديانة مختلفة. يمكن كان في مبالغة في اظهار الروح دي، ولكن ده شيء قد يحسب له مش يحسب عليه. ولما طرح المعاناة وجسدها ما اظهرهاش بالفجاجة الاخلاقية اللي ظهرت في فيلم هي فوضى، حتى الانحلال اللي كان بيشير ليه كان بيذكره على الهامش. المسلسل كمان بيضم افضل اداءات تمثيلية لبعض الممثلين زي محمود الجندي وحجاج عبد العظيم وماجد المصري وتامر حسني باستثناء المشهد ده، وغيرهم من الممثلين اللي قدموا اداء هايل. ننتقل لنقطة تجسيد ماجد المصري لشخصية سيف الحديد. كتير بننبهر بأداء ممثل للمرة الأولى ونشوف انفعالاته والتزامه بالشخصية، بس بعد شوية أعمال بنشوفه في باقي أدواره تحديدا الشرير بيكرر نفس الأداء ونفس تعابير الوش وتون الصوت، فبينتهي انبهارنا ده وبنكون اتعودنا وما بقيناش نلاحظ فرق بين كل الشخصيات اللي عملها. فبنتوقف هنا لحظة ونشك ونسأل نفسنا، هو الممثل ده ما بيعرفش يمثل غير الشخصية دي؟ هو احنا اتخدعنا فيه؟ واكبر دليل على ده هو ماجد المصري. اي شرير عمله بعد سيف الحديدي هو سيف الحديد، وغيره برضه من الممثلين زي خالد الصاوي من بعد الفيل الازرق، واحمد زاهر من بعد البرنس، ومحمد رمضان من بعد الاسطورة، وفتحي عبد الوهاب. وان يكون فتحي عبد الوهاب عنده القدرة على التنوع والتغيير من حشرجة الزور والتشنج والفحيح اللي بيعمله ده، ولكن هو مش بيغير كتير. لكن لو بصيت مثلا في دور زي دوره في ظلم المصطبة مش هتلاقيه كل شويه بيعمل الاهم بتاعته اللي بيعملها في كل دور، لا هتلاقيه كان قادر يقنعك تماما انه شخص ريفي وشرير بس من نوع مختلف، غير السايكوباتي اللي بيقعد يشنج صوابعه ويتنهد. النقط دي برضو انا اشرت ليها في حلقه زمان تقريبا، الحلقه بتاعت محمد سامي، تقدر تشوفها من الاي اللي فوق او من الوصف ده لو هتحمل طريقتي من غير مونتاج، علشان كنت بسكت كتير بين كل جمله والتانيه. ونيجي بقى لنظريتنا عن سيف الحديد. نظرا لتشابه مبدأ المسلسل مع فيلم هي فوضى، لو جينا نقارن سيف الحديدي بشخصيه حاتم هنلاقي نفس الصفات تقريبا، ونفس لغه الجسد، ونفس النرجسيه وجنون العظمه واستنكار واستغراب ان حد يخالفهم في الراي. بس كل ده كان نابع عند حاتم في هي فوضى من نقص وافتقار، وقرر حاتم انه يعوضه بعد ما اتحرم منه سنين. انما سيف على العكس تماما. النظريه بتقول ان شخصيه سيف مرت على اكتر من مرحله، واولهم كانت عكس نشأة حاتم تماما. سيف نشأ في اسره غنيه نسبيا، وكان ابن وحيد مدلل لابوه. ابوه كان ضابط في البوليس السياسي، ولكن على عكس اي ضابط انت ممكن تتوقع الصوره النمطيه بتاعته. ابوه ما كانش بيحرمه من اي شيء، ورباه على ان كل حاجه هي ملك ليه، وانه احسن واحد في الدنيا واوامره واجبه النفاذ. طبعا ده كان في مرحله تقريبا من سن 5 ل7 سنين، وسيف بدا يتشرب القناعات دي بشكل مقبول وطبيعي زيه زي اي طفل مدلل بيطلع بعدها مغرور شويه، لكن ده ما كانش كفايه انه يخرجه زي ما شفنا. لذلك بتبدا المرحله الثانيه في حياه سيف، وهي ان ابوه بيبدا يزرع في دماغه كمان افكار الشك في الناس. النظريه بتقول عن ابو سيف انه كان انسان شكاك لدرجه مرضيه، وما كانش عنده حد بيثق فيه غير ابنه سيف، لانه كان صغير وكان تربه خصبه لاستقبال اي حاجه يقولها بدون معارضه او نقاش. وبناء عليه اتشرب سيف الشك في كل الناس اللي حواليه، بس بالتعود من ابوه مش بشكل مرضي او جيني. وسيف لحد دلوقتي هو سوي. وبعدها بتبدا المرحله الثالثه في حياه سيف. لما بيوصل سن 10 سنين ابوه بيخون امه قدام عينيه، وبناء عليه سيف بيفقد الثقه اكتر في كل الناس اللي حواليه بما فيهم ابوه، ومش بيفضل عنده غير شخص واحد فقط بره دايره الشكوك دي، وهي امه، لانه متعاطف معاها. يبقى كده عندنا الاب ما كانش عنده غير واحد بس بره دايره الشك وهو ابنه سيف. سيف ما عندوش غير شخص واحد بس بره دايره الشك وهي امه. سيف بيحفظ سر خيانه ابوه لامه لانه ما زال تربه خصبه لابوه لحد دلوقتي، حتى وان كان فقد فيه كل الثقه. وهنا بتبدا المرحله الرابعه في حياه سيف. النظرية بتقول إن أبو سيف كان سكير وصاحب ميول متنوعة بين السوي والسادي والمثلي والجندوفيلي، ومشيها الجندوفيلي مش هشرح لك أكتر من كده، وغيره من الأنواع. في يوم من الأيام رجع أبو سيف من بره وهو سكران طينة، وأم سيف ما كانتش موجودة، واعتدى أبو سيف على ابنه بشكل مهين واستغلالي وحقير جدا. الأب كان متجرد من أي معاني أبوة أو تمييز إن ده ابنه وطفل وذكر. وفي اثناء ما ده كان بيحصل كان في حاجتين مميزين ابو سيف مركز عليهم لانهم كانوا من ضمن ميوله، وهما انه كان بيلمس وشه بشكل عشوائي ومستفز، والحاجه التانيه انه كان بيجبره على التواصل البصري معاه، وانه يبص له في عينيه طول الوقت، يعني بيجبره ان عينه ما تفارقش عينه بالعافيه.
والنظريه بتقول ان الحادثه دي حصلت مره واحده بس، وبعدها سيف كتم السر جواه وما اظهرش لابوه اي كراهيه او زعل او حتى عتاب، والاب بعدها اعتذر اكتر من مره ورجع لصوابه وندم. وسيف مش بيظهر اي ردة فعل مختلفه عن زمان، لكن كان مدرك تماما اللي حصل له، ومدرك كم الاهانه والذل والكسره اللي حصلت جواه. النظريه بتقول ان الحادثه اللي حصلت لسيف ما اثرتش على مظهره الذكوري ولا خشونته ولا جديته ولا ميوله، وبالتالي سيف فضل سوي. سيف حبس كم الكراهيه والرغبه في الانتقام جواه لسنين، مأجلها سنين لحد ما ابوه كبر في السن وسيف وصل 18 سنه. ابو سيف كان في الستين تقريبا في الوقت ده، ووقتها سيف استغل الفرصه ان ابوه صحته بقت ضعيفه، قرر يواجهه على الغدا وهم قاعدين هم الثلاثه، سيف وابوه وامه. وكانت اول مره ام سيف تعرف الحكايه، وسيف ما خباش حاجه وحكى كل تفصيله علشان يفكر ابوه بالذنب وما اتكسفش من امه. واثناء ما سيف بيحكي ويطول في الحكي والاب مبرق ومصدوم، بيقع الاب على الارض مره واحده وبيموت، وكل ده بشكل سريع جدا. وسيف اللي بيحاول يتشفى بهدوء ما بيلحقش ينتقم بشكل كافي، لان مفعول السم اللي حطه لابوه في الاكل كان سريع جدا. يعني سيف سمم ابوه ولكن ما استمتعش بالتشفي فيه. والنظريه بتقول هنا ان من كتر ما ابو سيف كان مسيطر على سيف ومتحكم فيه بسبب الحادثه، سيف ما قدرش يرفع صوته بالعتاب واللوم حتى وابوه بيموت، انما بدا يزعق ويكسر الهدوء بعد ما اتاكد ان روح ابوه طلعت. فبدا يزعق لابوه الميت ويكسر اللي حواليه ويضرب فيه، لكن في حياته ما كانش بيقدر يرفع صوته ولا يعمل ده بسبب الكسره اللي اتعرض لها. وطبعا ام سيف رغم صدمتها سطرت على ابنها، ورفضوا تشريح الجثه وقالوا ان الوفاه طبيعيه، وبحكم انهم عيلته محدش قدر يشكك فيهم. وكتم سيف وامه السر. فضلت صوره الاب على الحيطه، حتى الكادر ما كانش بيظهر وشه ابدا طول المسلسل، وذكره كان نادر وبسيط لزوم التمثيل قدام الناس. لحد قبل الحادثه دي كان سيف مجرد شخص توكسيك ونرجسي زي اي شخصيه بنناقشها على قناتنا، لكن بعد الحادثه وبعد انتقامه من ابوه تحول جنون العظمه والشكوك والغرور ونوبات الغضب لتوليفه مرضيه حقيقيه عند سيف. يعني الموضوع اتحول لاضطراب نفسي حقيقي بيفقد من خلاله السيطره على نفسه. لكن سيف كان بين كل فتره وفتره يحس برقيب جواه بيراقب افعاله ويعلق عليها ويقول انا مريض ومش طبيعي، ولكن الرقيب ده ما كانش كافي انه يغيره. فمتهيالي دلوقتي عرفت ليه سيف اتحول لشخص بشع وعنده طاقه غضب ما بتخلصش يعذب بيها الناس اللي حواليه، وعرفت ازاي عنده عقده من انه ما ينفذش انتقامه وانه ما يسيبش خصمه ولو بعد سنين، وعرفت ليه لو خصمه هرب منه بيسبب له ده شرخ في احساسه بقيمته والم، وعرفت كمان ليه عنده متلازمه التفعيص في وشوش المتهمين وليه بيجبرهم على التواصل البصري طول الوقت اثناء الاستجواب. الموضوع ما كانش بهدف فحص انهم كدابين ولا لا عشان التحقيقات، انما دي حاجات اتزرعت جواه من وهو عنده 10 سنين. وعرفت كمان هو ليه سقط مراته واتهمها بالخيانه. سيف اثناء ما كان ادم بيعذبه تحديدا بسلك الكهرباء في مكان معين، يعني سيف دخل بعدها في حالة نشوة ومشاعر غريبة. قد يبدو ليك انه بيدعي الصلابة والقوة قدام ادم علشان يضايقه، لكن النظرية بتقول ان في مشهد زي النشوة اللي حصلت بعد سلك الكهرباء ده السبب ان الالم لمس معاه في مكان معين متفعل فيه نشوة قديمة جسدية ناتجة عن الحادثة، فلا اراديا رغم كم الالم والذكريات المؤلمة اللي افتكرها هو حس بارتياح ما، فكانت كمية مشاعر متضاربة اثرها اسوأ بكتير من اللي حس بيه ادم اثناء تعذيبه، لان ادم نشأ سوية، ناهيك كمان عن نفس الحركة بتاعة التفعيص في الوش اللي ردها له آدم، فكانت مشاعره بعدها غضب وغيظ وذكريات مشوهة من طفولته عن أبوه. ونيجي دلوقتي للجزء الأخير وهو مصير سيف الحديدي بعد الترقية. النظرية بتقول إن أحداث مسلسل آدم بتدور في سنة 2008، توقيت منطقي في دخلة النت والفيسبوك بعد حوادث زي حريق القطر وغرق العبارة اللي اتذكروا على لسان آدم. كمان النظرية بتقول إن لما آدم مات أخوه يحيى كان في سنة أولى ثانوي، وآدم كان موصيه إنه يكون ظهرهم، فقرر يحيى وعقد النية انه ينتقم من سيف، انما امتى وازاي ما يعرفش. ويجي القدر بثورة 25 يناير في 2011 ويحيى يوصل لسن 19 وبيدرس علم نفس في كلية الاداب. والنظرية بتقول ان يحيى كان بيبحث في علم النفس من بعد موت ادم على طول قبل ما يدخل الكلية حتى علشان يفسر شخصية سيف الحديدي. ولما قامت الثورة والسجون اتفتحت وبقى في تجرؤ على الضباط، لم يحيى شلة من صحابه وقرر انه يطبق نظرية في دماغه على سيف الحديدي. قرر يطبق على سيف حاجة اسمها التروما بوند، وهي عبارة عن انه يعذب سيف وبعدين يصالح. ونتيجة التجربة دي علميا بتكون ان الشخص اللي بيتهان وبيتصالح بيحب الموضوع وبيحب يتبهدل اكتر علشان يتصالح في النهاية، والصلح بيكون له قيمة اكبر ساعتها. طبعا يحيى كان متخيل انه بالطريقة دي هيعمل من سيف شخص مزوج ويستعبدوا فوق السطوح عندهم لشهور، لكن نظريته كانت ساذجة شوية لأن التروما بوند كانت بترتبط عادة بالعلاقات الرومانسية، مش بترتبط تحديدا بالتهديد، إنما بترتبط أكتر بالخناقات مش بالألم نفسه. وبناء عليه خطف يحيى سيف بمساعدة حبايبه وحبسه فوق السطح وربطه وبقى يضرب فيه ويهينه، وبعدين يجرب يصالحه ويأكله ويعتذر له ويعاتبه ويكلمه بالعقل. ولكن ما كانش سيف بيظهر نجاح لتجربة يحيى أو يحب يتهان، بل كان بيتألم ويصرخ أثناء التعذيب زي الذبيحة، ووقت الصلح بيشتم ويزعق.
فعرف يحيى ان نظريته فشلت بعد حوالي 4 ايام، فقرر انه يكمل انتقامه من سيف عن طريق حاجه مختلفه تماما. يحيى اخصى سيف تماما وسابه ينزف لحد الموت، واعتقد ان دي كانت نهايه مثاليه لواحد تقريبا هتك عرض كل افراد عيله يحيى، ومش عيله يحيى وبس، شوف كام شخص تحت ايده كان متهم واتهتك عرض قرايبه بسبب. وبتنتهي اسطوره سيف الحديدي اللي اتهان ثم اهان الناس ثم اتهان تاني وهان على الناس. فاعتذر لو كان الموضوع المره دي لاذع جدا، ولكن شخصيه اتقدمت بالحقاره والوضاعه دي كان لازم تكون نشأتها ونهايتها بالشكل ده. وقدر الامكان حاولت اصيغ الموضوع بكلام محترم بدون اي تفاصيل. وفي النهايه قول لي رايك في التعليقات، وعندك اكونتاتي في الوصف تقدر تتواصل معايا لو حبيت، او تمنشنلي وتاخد مقاطع من الحلقات وتعمل هاشتاج باسم النظريه بتقول وتنعنش الدنيا كده. او لو محتاج تصمم اعلان لشغلك بالذكاء الاصطناعي تقدر تكلمني على واتساب الشغل او بيج الفيسبوك موجودين برضو في الوصف. وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس. سلام.